السلام عليكم خياتي، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، وتكونوا مهنيين. نقول لكم صحه رمضانكم ينعاد علينا وعليكم الصحه والهنا ان شاء الله. آه، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. اليوم جيتكم كما كنتوا تشوفوا خبز الكوشة يجي ما شاء الله اللي تحب فيه البابا ديروا كما انا درت وحده خبزه خشينه وحده شويه اللي ما فيهاش البابا. شوفوا هاد الوصفه تخرج لكم 3 خبزات، يعني في حقيقه تخرج لكم 3 خبزات. قبل ما ديروه رقيق حيجيكم لداخل مليح، واللي تحب البابا دير وحده خشينه كما انا، ودرت وحده موين كما شفتوا. الوغ هنا هاد المقادير اللي تحب تنقص تخرج لها خبزه ولا مانيش عارفه انايا، دير كاس برك تاع الماء. هنا عندي 2 كيسان تاع الماء دافي، عندي ملعقه كبيره تاع خميره تاع الخبز، ملعقه كبيره تاع السكر، قرصه تاع الملح، 4 مغارف تاع الزيت، ونخلط كلش البنات. المقادير راح تلقاهم مكتوبين في صندوق الوصف، اللي تحب المقادير مكتوبه دائما نخليها لكم. والفارينه نتوما تتحكموا فيها. علاه دوك نقول لكم كي تبداو تلموها شويه تتلاصق، ومن بعد تشمخوا يديكم وراح تعاونوا روحكم بيديكم، يعني تخبطوا هذيك العجينه تكون خفيفه. يعني نتوما عينكم ميزانكم هذيك العجينه تكونوا تقدروا تتحكموا فيها، يعني كي تشدوها بيدكم تقدروا تحكموا فيها. هذا الخبز لازم يجي خفيف شويه البنات. ودوك كملوا الفيديو باش تشوفوا كامل المراحل اللي راح نديروهم في هذا الخبز. يعني ساهل ماهل، مش حياخد كامل وقت بزاف، يعني تمتم يخمر سورتو دوكا انا مع السخانه شويه، يعني تمتم راح يطلع ما ياخدش كامل الوقت. فوالا كملت لي زانغريديون تاعي حطيتهم كامل كما قلت لكم. دوكا نبدا ندير الفارينه تاعي. فوالا كيما راكم تشوفوا واش ندير لها، يعني نسيي نطمها الحاجه الاولى، يعني باش ما تجيكمش واعره نسيي نطمها. راكم تشوفوا باللي راهي جاريه شويه، ومن بعد نعاون روحي بالماء نسيي نلمها، يعني نلمها ماشي حتى تلملي بزاف حتى تولي عجينه يعني يابسه، تكون طريه بصح نقدر نتحكم فيها. فوالا فهمتوني البنات. شوفوا يعني يدي راهي كما كنتوا تشوفوا راهي تتلاصق. هنا زدت شويه فارينه، ومن بعد راح نعاون روحي بالماء بشويه، نعاون روحي بالماء. هنا بالعاني خليت لكم هكذا الفيديو باش الناس اللي ما تعرفش القوام تاع العجينه باش تعرفي كيفاش تحكمي بها. يعني بون انا لميتها مع الاول، لميتها كما كنتوا تشوفوا هكذايا، ومن بعد راح نضيف لها شويه تاع الماء مع الاخر. دوك نبدا ندير لها الماء. فوالا هكذايا، هكذا العجينه ديالي هكذا. هذا هو القوام اللي نتحكموا فيه هكذا. ونزيد ندير لها شويه ما باش تقعد خفيفه، ونخليها تخمر يعني واحد 4 ساعه 20 دقيقه على حسب نتوما الكوزينه ديالكم، على حسب السخانه اللي كاينه. نخبطها شويه كما راكم تشوفوا، نخبطها هكذايا مليح، يعني نديكازيها مليح مع داك الخميره ديالها. شوفوا يعني نخفوا بهذاك، ندير له الخفه لهذاك كما قلت لكم بالمطلوعات ديالنا، ومن بعد نخليه ما نتوشيهش كامل. شوفوا شوفوا درت لها الماء، ومن بعد هنا بعد ما خمرت راح نحبط كامل الخميره، يعني حتى نشوف الضعف الحجم كامل تاعها. راح نحبط الخميره ونبدا نقرص فيهم بالزيت، عفوا ماشي الزيت، السميد الرطب. حندير 2 خبزات هنا، نتوما حبيتو ديروا 3 يخرج لكم حتى 3 خبزات يعني. فوالا هنايا درت السميد رطب كما شفتوا. شوفوا كيفاش راني ندير لها البنات هكذايا، غير بشويه هي تتلاصق. شوفوا هكذا، ومن بعد نديرو في البابي كويسون خير. من المستحسن نديروها في بابي كويسون، ولا اللي تقدر ترفدها عادي نورمال بلا ما تغسلها الخميره تقدر ديرها في الكوشه. هنا في بابي كويسون يساعدكم بزاف البنات كي ديروها في بابي كويسون. انا مع الاول حطيتها هكذا، ومن بعد درت لها في البابي كويسون، عاود حطيتها في البابي كويسون، شديتها حطيتها ديريكت في الكوشه تكون سخونه مقبل. غير تبداي ديري هاد المرحله شعلي الكوشه تاعك، خليها تسخن مليح حتى بين ما يخمر لك المره الثانيه. تما غير تحبطيه الخميره المره الاولى، شعلي الكوشه تاعك خليها تسخن مليح، ديري السنيوه اللي حتدخل للكوشه حطيها تسخن. ومن بعد واش نديرو هذاك الخبز غير نشوفوه خمر يكون في البابي كويسون هكاك محطوط، ندخلوه ديريكت
ديريكتومون نشدو من البابي كويسون ندخلو ديريكت في السنيوه ديالي. السنيوه نجبدها وهي سخونه من الكوشه، ونحط الخبز ديالي ونشعلوه من الفوق. دائما الخبز تاعنا نشعلوه من الفوق، ملي نبداو نشعلوه من الفوق، ما نشعلوهش كامل من التحت. ومن بعد نخلوها طيب، يعني طيب الفوق طيب الوجه الفوقاني، ومن بعد الزيت طيب للوجه الثاني. شوفوا كيفاش هنا خمرت لي، درتها في بابي كويسون. هنايا شعلت لها من الفوق كما شفتوا. جا واحد الخبز ديال البنات ما شاء الله، نتمنى تجربوه، يعني خفيف ريشه، ان شاء الله يعجبكم. شهيتكم بالجنه. ولا عجبتكم وصفه تاع نهار اليوم ما تنساوش تخلونا لايك. تهلاو بزاف في رواحكم، بزاف صحيحتكم والصحه فطوركم. سلام، في فيديو واحد اخر ان شاء الله. هنا البنات الحاجه اللي ما قلتلكمش عليها، بلي هذا الخبز غير يخرج من كوشه غطيوه باش يقعد هكذاك سخون، وهذيك الحراره هي اللي طري هذا الخبز باش ما يجيكمش يابس من الفوق. هذه هي، وتهلاو في رواحكم. سلام.